برحب مرة تانية بالدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية. السموم تماما. السموم بس على شرط برضو عايز نستحمى. الاستحمام مش مره واحده يوم الجمعه ولا مره بالليل، لا. لا مين ده اللي يستحمى مرة واحدة يوم يقول لك انا عندي الجمعة؟ التكييف لا تكييف لا يا هو ما ينفع؟ في ناس دلوقتي عماله يقول لك انا تكييف، لا لا يا حبيبي. تكييف ايه يا دكتور؟ ده لو ما ينفعش ده 4 مرات في اليوم في الحر انا ده. بكلم الكل اللي بيسمعونا، الكل اللي بيسمعونا دلوقتي او الكل اللي بيشوفونا. يا بص، العرق بيطلع ملح، الملح ده قاعد. القلح ده في حاجه اسمها كمان حاجات في الجلد وفي ميكروبات، هتقعد هتسيبها بعد شويه هتلاقي عندك حساسيه مش هينفع فيها ولا مرهم ولا دواء ولا ابره ولا وهتلاقي الدنيا بقت تورم والدنيا اعوذ بالله. ايه استحموا. اصل انا من ضمن بصي مرتين في اليوم الصبح وبالليل. حضرتك انا ليا اسرار في شغلي. تكات كويس. في بيجي لك واحد واخد كل الادويه وعنده حساسيه رهيبه جدا وممتاز، علاج ممتاز. عارفه ساعات بتفرق معايا ايه؟ بقول له استحمى 3 مرات في اليوم، 4 مرات في اليوم. يقول لك رحم الله والديك. تصدق انا عملت كده يومين كل الحساسيه راحت. يبقى ده موجود. في ناس ما حدش بيقول له استحمى، مش هنتكسف، مش هنتكسف. دي ثقافه الطقس الحار. هنستحمى يا جماعه اكتر من مرتين او 3 في اليوم، حتى لو عند حضرتك تكييف. هتفرق معانا كتير لان السموم قاعده والبكتيريا قاعده، فشيلها لو سمحت. طلع بقى في السموم بقى. عارف حضرتك الطفل الرضيع لسه مولود بيبقى في الحبل السري بتاعه لسه بيقصوه في كام ماده سامه؟ 200 حبيبي. ده جنين. اصل امه كان حد بيدخن قدامها، كانت مثلا بيشم حرايق، كمامه محروقه، كان مش بلاستيك، مكياج احمر شفايف مضروب، مكياج مضروب جاي من الصين، لعبه ما اعرفش بلاستيك ايه، الحاجات اللي دي كلها، كحل مضروب، كحل مغشوش، الحاجات دي كلها تعدي الام وتروح داخله في الجنين. يوم الجنين ينزل عنده 200 ماده سامه. يبقى العرق مطلوب مننا. ده الجنين عنده 200 وعنده 800. يبقى طوال